حطي مفاتيح شقتك جوه الفريزر في التلاجة قبل دخول الشتاء عليكي، وتعالي اقولك على سر من الاسرار كانوا بيعملوه زمان. اغلب الستات ما تعرفش السر ده. هتجيبي كده مفاتيح الشقة من الباب بالشكل ده، وتروحي بقى تحطيها في الفريزر في التلاجة. بجد هتدعيلي على الفكرة دي. عايزة اقولك هتحل معاكي اكتر مشكلة ممكن تقابليها. الفيديو النهاردة مليان افكار وحيل. يلا كده كملي معايا الفيديو للاخر وشوفي كل الافكار، ودعمينا باللايك لو عجبتك الفكرة. وتعالي نبدأ مع بعض باول فكرة في الفيديو. بصي بقى يا ست الكل، لو انتي بتعملي كيكة ودايما بتطلع معاكي مش هشة او بتهبط كده بعد ما تبقى منفوخة في الفرن البوتاجاز، اعملي بقى الفكرة دي. هاتي كده اي خلة واعملي بيها دواير، بس اهم حاجة تكون في اتجاه واحد. تمام. عايزه اقولك الحركه دي فعلا بتخلي الكيكه لما تيجي تنفش معاكي في الفرن ما تهبطش ابدا، وتفضل منفوشه كده ومرتفعه جدا. وبعد كده هتجيبي اي فوطه مبلوله ميه، ولو انتي بتستخدمي قالب الكيك ده ودايما بيلزق معاكي وبيبوظ لك وش الكيكه، امشي معايا بالخطوات وان شاء الله هتطلع ناجحه. بعد ما تطلع من الفرن على طول هتجيبي كده فوطه مبلوله ميه وتعصريها وحطيها تحت القالب. عايزه اقولك بجد حرفيا استحاله الكيكه تلزق جوه القالب حتى لو كان نوعه مش كويس وبياخد منك الوش بتاع الكيكه. فالفكره دي حلوه قوي. بتسيبيها كده. اهم حاجه ان انت تلفي الفوطه وهي مبلوله طبعا بميه ساقعه، تحطي كده على الجنب. بصي الدخان اللي بيطلع من الكيكه، طبعا الكيكه سخنه جدا لسه طالعه من الفرن. بمجرد بقى ان انت تسيبيها كده وتلفي الاطراف بتاعتها زي ما انت شايفه وسيبيها خالص. بصي الدخان اللي بيطلع ده عايزه اقولك بيخلي الكيكه استحاله تلزق جوه القالب. كده سبتها. بصي بقى عايزه اقولك القالب ده بيلزق اساسا الكيكه فيه. بعد ما جربت الفكره دي حرفيا بتطلع سليمه من غير ما ياخد وشها مني، والكيكه طالعه منفوشه ومرتفعه وعاليه جدا بسبب حركه الخله اللي احنا عملناها. بصي عاليه ازاي، استحاله تهبط منك في الفرن. تعالي اقولك على الفكره التانية دي بقى حلوه قوي. هتجيبي عندك اي فحم وتبتدي ان انت تاخديه كده زي البودره، والشويه اللي معملوش بودره معاكي هتسيبيهم طبعا وتاخديهم كده على جنب. طيب هتعملي الفحم بودرة ازاي؟ هتدقيه باي حاجة وتجيبي اي فازلين. خدت كده معلقة من الفحم بعد ما طحنته على نص معلقة من الفازلين الطبي، وادهني الاتنين مع بعض كده لحد ما يبقى عامل معاكي كده زي المعجون الاسود، وتاخديه معاكي في علبة. وهاتي مناديل الوايبس بس تكون ناشفة ما تكونش مبلولة. تمام. وبعد كده امسحي بيها كل الجزم السودا بتاع جوزك او بتاع اولادك. حرفيا احلى ورنيش بيحافظ على الجلد وبيرجع اللمعان بتاع الجلد بتاع الجزم السودا. بجد روعه، جربيه وهتدعيلي. تعالي نشوف تالت فكره. لو انت عندك الخاتم دايما بيبقى واسع معاكي وما بتعرفيش تلبسيه، اي خاتم بقى عندك، هقولك على طريقه حلوه قوي ممكن تعمليها كمان لبنوتك لو لابسه خاتم. بدل ما تقعدي تلفي عليه فتله او تعملي يبقى شكله مش كويس، هاتي كده الشمع بمسدس الشمع وحطي شويه شمع جوه الخاتم من جوه. الحركه دي هتضيق حجم الخاتم وفي نفس الوقت مش هيبقى باين. تعالي نشوف الفكره دي. هاتي كده مضرب البيض اللي هو المضرب البيض اليدوي، وهاتي قطعه سلك بلدي زي ما انت شايفه تكون طويله، ودخليها جوه السلوك بتاع المضرب بالشكل ده. بصي دخليها كده من جوه وطلعيها من بره. اهم حاجه تبقى ثابته، ودي هتسهل عليكي ان انت تقدري تغسلي بيها الازايز او اي حاجه تكون ضيقه وما تعرفيش تدخلي ايدك جواها. لو انت ما عندكيش الفرشه بتاعه تنظيف الازايز او الحاجات الطويله دي، هتبقى عامله معاكي زيها بالظبط وتقدري تغسليها بمنتهى السهوله. تحطي شويه صابون وتقدري ان انت تجيبي اي ازازه من جوه او اي شفشه اي حاجه طويله. بجد روعه. بصي غسلتها على طول. لو لسه مكمله معايا الفيديو يلا لايك لو عجبتك الافكار، وتعالي بقى شوفي معايا الفكره اللي جايه دي. هاتي كده مفاتيح الشقه وحطيها جوه الفريزر. اعمليها حتى مره كل اسبوع. طب ليه؟ بصي بقى يا ست الكل، الطريقه دي حلوه قوي قوي. انا عن نفسي ما كنتش مصدقاها. بتجيبي كده مفاتيح الشقه كلها اللي انت بتستخدميها وتروحي تحطيها كده جوه الفريزر على ازازه ميه ساقعه تكون بتلج، اي حاجه كده تكون ساقعه، وسيبيها مثلا لمده 10 دقايق. تمام. جوه الفريزر بس حطيها على اي حاجه تكون تلج زي ازازه ميه متلجه، اي حاجه تكون عامله تلج. تمام. وبعد كده الحركه دي حلوه قوي. لو انت مفاتيح الشقه دايما بتعلق منك او بيتكسر جوه الباب، خلي المفتاح يفتح بمنتهى السهوله، وبالذات في فصل الشتاء المفاتيح دايما بتعلق وبتتكسر. الحركه دي هتخليه يفتح بسرعه واستحاله يتكسر منك جوه الباب.
ارمي نوى البلح في الميه المغليه، ده طلع كنز هيكسبك الملايين بجد. اوعي ترميه، حوشيه كده عندك طول شهر رمضان وهاتيه كده وارميه في الميه المغليه. ده طلع بجد اختراع معظم الستات ما تعرفوش. من هنا ورايح مش هترمي نوى البلح خالص في الزباله، لا بالعكس هتحوشيه. وتعالي بقى اقولك هنعمل بيه ايه النهارده. في طاسه كده هتحطي فيها شويه من الميه المغليه وعلى نار هاديه خالص، وهتنزلي بنوى البلح زي ما انت شايفه. وتعالي نعمل حاجه بجد اختراع وبتتباع بالملايين وهتعجبك جدا. يلا كده لايك حلو منك بسرعه وتعالي نشوف وصفتنا النهارده. في طاسه هتحطي حوالي كوبايتين من الميه وهتسيبيهم يغلوا زي ما انت شايفه، وهتهدي النار خالص وهتجيبي نوى البلح وتنزلي في الميه بالشكل ده. اهم حاجه ان انت هتهدي النار، انا مش عايزه النار تبقى عاليه علشان الميه ما تنشفش بسرعه معايا وتبقى كده خلاص ملهاش لازمه. انا عايزه نوى البلح يغلي كويس جدا في الميه السخنه دي. هبتدي بقى اول ما تاخد كده غلوه وبعد كده هدي النار، هحط عليها رشه صغيره جدا من حبه البركه او الحبه السوداء، شويه صغيرين زي ما انت شايفه كده. وهتسيبيهم بقى يغلوا كويس جدا مع نوى البلح وتهدي النار علشان الميه ما تنشفش على طول. وبعد كده هتضيفي عليها قشر البطاطس، وقشر البطاطس ده مغسول ومنقوع حلو جدا في الميه بنقطتين خل كده وشويه ميه تغسليهم. وبعد كده صفيهم كويس جدا وهاتيهم بقى كده مع نوى البلح وسيبيهم يغلوا مع الميه دي. قشر البطاطس هينزل طبعا شويه من النشا، هتحطي معاهم عود من القرفه وهتسيبيهم يغلوا تماما وعلى نار هاديه زي ما اتفقنا. اول ما تلاقي بقى اللون الميه بدأ يغير والبطاطس نزلت النشا اللي موجود جواها والميه نشفت شويه، بصي الميه بقت عامله ازاي، لونها غير، هتسيبيها بقى تبرد تماما. عايزه اقولك الوصفه دي بجد اختراع، انا حبيت اقولها لك قبل العيد اهو بحوالي 20 يوم علشان تلحقي ان شاء الله تنفذيها قبل عيد الفطر. كل سنه وانتم طيبين. هسيبها بقى تبرد تماما وبعد كده هصفيها وهشيل كل الشوائب دي وهشيل القشر والنوى دول خلاص انا مش محتاجاهم، انا خدت الخلاصه بتاعتهم خلاص في الميه. هصفيها كويس جدا علشان خساره اي ميه تضيع مني او اي حاجه من الخلطه دي. بجد دي بقى جبارة يا بنات، هتعمليها قبل العيد ان شاء الله ابتداء من النهاردة وهتحطيها كده ببخاخة. وكل يوم الصبح بإذن الله كده بعد ما تتوضي خلاص وتخلصي كل حاجة تبتدي ان انت ترشيها على وشك وتسيبيها تنشف. ده احلى غسول ممكن تغسلي بيه وشك الصبح، بجد روعة، بيفتح البشرة بينعمها. يعني هتبقي على العيد كده ان شاء الله هتبقي بشرتك فاتحة جدا. لو انت كمان عروسة وفرحك بعد العيد جربي بقى لمدة 20 يوم الوصفة دي، تفتيح وتنعيم البشرة من غير بقى مستحضرات تجميل. بجد كده هتبقى بشرتك مشدودة وناعمة وبيضة، جربيها وهتدعيني. ودي كده كانت اول فكرة. تعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده.